أنه نتابعوا لقاء مفتوح، نتابعوا أهداف بين الفريقين. إلا خدينا على المستوى الأرضية ما عندوش خيار آخر إلا أنه يبحث على الفوز. تبعد المحاولة لفائدة فريق شباب السوالم، محاولة التمرير ولكن تدخل الدفاع تعود لفائدة فرباصين. طرف اللاعب فرحي إبراهيم والحكم الجديد يعلن على الخطأ. تحدث على المولدية وجدية، المكان ديالها هو أنه يلعب على ألقاب فريق المولدية وجدية، وهذا هو الطموح ديال الجماهير كذلك الوجديه، انه تشوف فريقها يعود مره اخرى على مستوى منصات التتويج وعلى مستوى البوديوم النهائي. الوداد في الرتبه الاولى 6 ديال النقاط على بعد نقطتين بيترو اتلتيكو الانغولي ومفتاح تفدات الكره دائريه، البحث عن الراسيه، كان تدخل وابعاد الكره من طرف لاعب سينيغالي بول بالنسبه للفريق الجيش الملكي امام فريق بيراميدز. في الوقت تبعد المحاوله، فرصه دخول داخل منطقه الجزاء، فرصه تدخل وابعاد الكره. تدخل كان ممتاز من يانيس مراح امام الحسن دحدوح والكره في الزاويه. تدخل نتمنى ما تكونش اصابه للاعب من خالد ايتور خان اللي زكريا الحيان رفع الكره الراسيه مشات جانبا، ما كانش بالقوه الكافيه، مشات شباب السوالم لحسن دحدوح رفع الكره، تدخل وابعاد جديد عماد سربوت. تسديده ممتازه، كانت ممتازه من ياسين غزواني تقريبا يعني على بعد 25 30 متر، يسدد ياسين غزواني وتدخل ممتاز الحارس مهدي مفتاح. كانت هذه فرصه لفائده غيخلي اللقاء اللي غادي يجمع بين فيوتشر و بيراميدز خلال اللقاء الاخير، وهذا غادي يكون في صالح فريق الجيش الملكي في التنافس خلال مستطيل العمليات. لعبات الكره دائريه، تدخل ابعاد الكره وابعاد الخطوره بطرف لاعب المهدي موهوب، شرط من جديد لفائده فريق المولدية وجدية. هذا هنا كان منير الجواني مازال ما فكش ارتباط رسميا مع فريق المولدية وجدية، وبالتالي هو اللي خلى ان ما تكون رونجرز بالاضافه للفتح الرباطي واكاديميه محمد السادس. تبعد فرصه وتدخل الحارس ماجد مختار. جبريل سيلا كيرفع الكره، فرصه راسيه مهدي موهوب ما تمكنش من الوصول للكره في الوقت اللي الحكم كيقول الزاويه تلعبات بشكل ممتاز. كانت الراسيه ديال الحسن شباب السوالم ممتازه، فرصه تدخل وابعاد الكره. كانت ضربه المحاوله من الجهه اليمنى، ترفعت الكره ولكن بعيده، يعني بعيده كل بعد على مرمى الحارس مهدي مفتاح. اللاعب الجزائري كيلعب الكره في الجهه اليمنى عماد السربوت، ولكن هناك العوده ديال حسن دحدوح، تغطيه وخطا لفائده فريق شباب السوالم. العوده ديال حسن دحدوح ادوار الدفاعيه كيتمكن من ابعاد الكره، تعود من جديد هذه فرصه الهدف الاول بواسطه اللاعب مهدي موهوب، وبالفعل هو مهاجم موهوب بطريقه باش سجل الكره بطريقه ممتازه. هدف اول لفائده فريق شباب السوالم الرياضي، فرحه كبيره ديال اللاعبين بهذا الهدف. اذا امامنا بوشعيب لمباركي 37 دقيقه ولاعبي فريق شباب السوالم. اذا طلبوا من الحكم علي زرق متابعه الصوره ومتابعه اللقطه. وبالتالي اصبحت الكره الان بميدان الحكم عادل زرق. اذا الاول اعتقد هو جبريل سيلا. اذا بعد متابعه اذا هناك وضعيه تسلل، اذا الحكم كان متابعه هل كان هناك النتائج. تبعد المحاوله مهدي موهوب تمريره ولكن ما كانش بشكل جيد. قلت بانه الفرق اللي غادي تكون عندها السرعه النهائيه في الامتار الاخيره سواء المستوى المقدم او اسفل الترتيب هي اللي بامكانها سواء حسم اللقب. تدخل امام لاعب مهدي موهوب والحكم يعلن خطا لفائده خالد ايتور خان. لعبت الكره دائريه داخل منطقه الجزاء، تدخل الدفاع وابعاد الكره. امين مسن بالفعل يسدد كره، تسديده فرصه ممتازه وتدخل الحارس مهدي مفتاح اللي كان في المكان المناسب. قلت امين مسن اللاعب اللي يجيد التسديدات بقوات، هي محاوله تسديده تلمس احد اللاعبين والحكم كان الخطا. اعتقد كان هناك لمسه يد، كانت تسديده بواسطه اللاعب والمدافع ايمن حديدي هو اللي سدد الكره الاخيره. خالد ايتور خان رفع الكره في القائمه الثاني ولكن بعيد شيء ما. مهدي موهوب كيتمكن من رجع الكره لايمن، هو صاحب الاختصاص. لعبات الكره الدائريه الراسيه مشات فوق المرمى لحسن دحدوح، الراسيه مشات فوق مرمى. لعبات الكره دائريه داخل منطقه الجزاء، كان تمريره من طرف مروان المزاوري، تدخل الدفاع الكبير.
موهوب. هذه فرصه محاوله خروج الحارس مهدي مفتاح كذلك الذي يتدخل امام جبريل ستيلا ويبعد الكره لاشرف شرطي في اعداد فريق الشباب. عند اللاعب المهدي موهوب فرصه تسديده وتدخل الحارس مهدي مفتاح مهدي موهوب. خالد ايتون خان السرعه، هذه فرصه تسديده ولكن مشات جانبا. فرصه ومحاوله لعبت الكره القائم التالي، تدخل الحارس مهدي مفتاح فوق الجميع يتدخل. تمريره ممتازه، فرصه الهدف والهدف هدف اول لفريق فريق المولوديه الوجديه بواسطه اللاعب هشام مرشاد. كان ورقه رابحه لفريق المولوديه الوجديه وللمدرب عمر نجيح. ينجح هشام مرشاد في زيارة مرمى مجيد مختار واختار المكان والزاوية المناسبة. طبعا بول باسين سينيغالي، شو يعمل سينيغالي هدف الانتصار، هدف الخلاص، هدف 3 ديال النقاط للمولودية الوجدية. بول باسين فالير يتمكن من تسجيل هدف ثاني لفائدة فريق المولودية الوجدية. فرحة كبيرة للاعبين وللطاقم التقني بهذا الهدف الثاني. مرتد هجومي كان سريع وبالتالي فريق المولودية الوجدية ينجح في توقيع هدف ثاني.